فكذلك هذه العبادة هذه لم دخلت عليها واحد الأشياء التي تفسدها اللي هي نواقض تتبطلها وما كتبقاش عبادة. وانتبهوا، راه الأمر راه والله ما سهل، والله الذي رفع السماء بغير عمد ما سهل، إلى الأمر خطير جدا، أن العبد عياذا بالله يوقع في هذا الناقض اللي هو الشرك بالله عز وجل، اللي ما تيقبل الله تبارك وتعالى معه من العمل ولو يجيب من الأعمال ما جاء به ما تقبلش منه. الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كون هباء منثور. وإذا كان عاود صحلوا التوحيد والله لو كانت معه من الذنوب كما كانت هذه الذنوب مثل زبد البحر إلا أنه يرجى له المغفرة، يرجى له المغفرة. اش يقول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل، يكون هذا الرجل يؤتى به يوم القيامة عنده صحائف من السيئات قد سدت الأفق، توضعت له ديك الصحائف والسجلات ديال السيئات سدت الأفق، اللي كثر واحد من فوق واحد مابقاش يبان لك فين وصلت في العلو، صحائف ديال السيئات. هذا العبد هذا جاء هذه ذنوب عنده، فيقال له أتنكر من ذلك شيئا؟ واش تنكر شي حاجة من هذا الشيء؟ قل لا ما أنكر هذا الشيء، أنا درته. أظلمك الكتب الحافظون؟ لا ما ظلمونيش، داك الشيء كله درته معترف به مقر به. فيقال له وعندك شي حسنة؟ ألك حسنة؟ واش عندك شي حسنة؟ هذا موحد مسكين اش كيدير؟ كيشوف هذيك السيئات وشحال فيها ديال الكتب وقال شكون هي هذه الحسنة هذه اللي غادي تواجه هذا الشيء؟ اش قال؟ قال غير نقول لا، قال ما عنديش، ما تعرفش أنه دار واحد الحسنة على الوجه الصحيح. اش يقول الله تبارك وتعالى؟ بلى، لا عندك واحد الحسنة وإنه لا ظلم اليوم، عندك واحد الحسنة وهذا اليوم ما غاديش تظلم فيه. شنو هي هذه الحسنة اللي كتصوروا في ديك السجلات اللي سدت الأفق؟ كفالة اليتيم والأرملة، قيام الليل، لا ما كشفش هذا الشيء. بطاقة ايش فيها؟ فيها لا إله إلا الله، موحد. هذيك لا إله إلا الله من كان تيقولها لا إله إلا الله تقرب بها لله تبارك وتعالى، قام في قلبه هذا الرجل وطأ القلب اللسان أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وأتى بشروطها وأركانها، وإن صرف على نفسه في المعاصي اللي هي قد مخلطة بين صغائر وكبائر، لكنه باب الشرك داير بينه وبينه باب من حديد، بينه وبين الشرك برزخ، قربش الشرك. لو كتوضع هذيك الكتب ديال السيئات في الكفه ديال الميزان، ان كل واحد كيتوزن له العمل ديالو، وكتوزن صحائف الاعمال وكيتوزن حتى العامل نفسه، وتوضعت هذيك الكتب ديال السيئات في الكفه ديال الميزان، وجات هذيك البطاقه اللي فيها لا اله الا الله وتوضعت في الكفه الاخرى ديال الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء فتتطاير صحف السيئات. ثقل ديال هذيك الحسنه ديال التوحيد، الصحف ديال السيئات كلها طارت. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يأتيك الله تبارك وتعالى بقرابها مغفرة، ولكن إذا جيت يوم القيامة عياذا بالله ومعك هذه السيئة بوحدها ديال الشرك بالله عز وجل، والله لو كان عندك ما في الأرض كله جميعا، شيء في الأرض كله باش تفتدي من عذاب يوم القيامة ما يقبل منك. جاء في الحديث ديال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهون أهل النار عذابا، واحد هذا أقل أهل النار عذابا، يؤتى به يوم القيامة فيقال له أرأيتك لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتدي به من عذاب يومئذ؟ وشنو كان عندك داك الشيء اللي في الأرض كله تدفعه وتفتدي من هذا العذاب؟ هذا أهون أقل واحد في أهل النار عذابا.
فيقول نعم، فيقول الله تبارك وتعالى أردت وطلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. تطلب منك واحد الحاجة قال من هذا الشيء وأنت في ظهر أبيك آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تقولوا يوم القيامة كنا غافلين. فاطلب منك طريق الجنة يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. الحديث الآخر ديال معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول أصل من الأصول في السير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة عبادة الله واجتناب الشرك. بعد من الشرك واعبد الله تبارك وتعالى، هذا هو الطريق ديال الصلاح والطريق ديال الخير في الدنيا والآخرة. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن حققوا التوحيد، كما نسأل سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على عقيدة التوحيد حتى نلقاه وهو راض عنا. فإن العبد إذا ثبته الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ولقى الله تبارك وتعالى على هذه الحسنة العظيمة فليبشر بالخير، فليبشر بالخير إلى لقى الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وهذه الحسنة، حسنة التوحيد. إن ربنا لسميع الدعاء.